وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. كل سنة وانتم دايما طيبين. الله على صوت وردة وهي بتغني لست الكل، ست الحبايب، كل أم مصرية وكل أم عربية وكل أم في الدنيا، كل سنة وهي طيبة. مشاهدينا جمعتنا مع آخر فقرة من فقرات يوم جديد، وهي الفقرة الرياضية اللي برضو النهاردة مخصصينها لعيد الأم ولكل أم موجودة في الدنيا. الفقرة النهاردة هتكون عبارة عن بعض التمارين البسيطة اللي بالتأكيد كابتن محمد معروف محضرها لنا النهاردة، والتمارين بتصلح للأعمار اللي بتتراوح من سن 30 ل 50 سنة. لكل الأمهات تابعونا، تمارين بسيطة جدا جدا، بس لازم أصبح على كابتن محمد معروف. صباح الخير يا كابتن محمد، كل سنة ومصر طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة كارولين، وكل سنة والشعب المصري كله بخير، وكل سنة وكل أم في مصر وفي الوطن العربي بخير. كل سنة وانت طيب، وصباح الخير على مدام نيفين اللي منورانا النهارده، وكل سنة وانت طيبة لانك ام جميلة. لسه هنتكلم عن عيد الام معاكي. صباح الخير. صباح الخير، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل أم مصرية طيبة يا رب. وطبعا معانا النهارده ام كريم منورانا علشان ناكد لحضراتكم ان فعلا التمارين هتكون بسيطه وسهله واي حد ممكن يقوم بيها. صباح الفل على ام كريم، وكل سنه وانت بخير يا رب. مشاهدينا النهارده هنبدا بعض التمارين مع كابتن محمد. البدايه هتكون ايه النهارده يا محمد؟ هو طبعا كل الأعمار اللي هي 30 لغاية 40 50 إن شاء الله، تسخين يوم بعد يوم بالورمنج أب. هنشوفه برضو مع مدام نيفين إن شاء الله، وهي مثل أعلى لكل أم، لأن بنتها ما شاء الله الشهر اللي فات اتجوزت، وأنا ببارك لها على الهوا. الف مبروك يا مدام نيفين، والحقيقه يعني تاتش وود، الله اكبر عليكي، ما يبانش عليكي خالص ان معاكي عروسه زي القمر متجوزه، بس اكيد السر في الرياضه برضو. أكيد طبعا السر في الرياضة. قد ايه الرياضه مهمه؟ نعرف بس الاول، بتشتغلي ولا رب بيت؟ بشتغل حكم في كذا لعبة، حكم مصارعة ذراعين وحكم تنس طاولة. يمكن عشان كده الرياضه اساسيه في حياتك، هي وتعتبر جزء رئيسي من حياتك. هي جزء رئيسي ومهم، ومفروض ده يبقى مهم في كل ست، مش لازم تكون بتلعب رياضة أو إنها تكون متخصصة في حاجة. هندردش اكتر معاكي، بس نبدا مع محمد. نعمل ايه يا محمد؟ هنبدأ أول حاجة بالورمنج أب برضو، اللي هو التسخين الخفيف 5 دقايق بس. مدام نيفين هتعمله إن شاء الله، اللي هو الخفيف، وأم كريم طبعا اللي منورة الشاشة طبعا هتعمله معايا. اتفضلي يا اتفضلي مدام مدام نيفين. نيفين. الورمنج اب ده بيتعمل 5 دقايق طبعا يوم بعد يوم يا استاذه رنا. احنا طبعا مش هنعمله الخمس دقايق، هنعمله دقيقه او حاجه بسيطه كده، عشان كل كتسخين الساده بسيط للجسم يا محمد. ده مهم جدا طبعا. الاعمار اللي هي ال 30 زي ما قلنا، 30 40 50 سنه. استوب يا مدام نبيل. بعد كده نبدا بايه؟ للسكين طبعا، عشان في معظم الناس اللي هم بيشتغلوا بيروحوا الشغل والكلام ده. نعمل تسخين. اتفضلي يا تسخين للساقين، تسخين خفيف جدا. التمرين ده ممكن نعمله 3 تمرينات في 8 عدات، مع التغيير طبعا للساق التانية يوم بعد يوم. 3 في 8 عدات يوم بعد يوم، من 30 ل 50 سنة زي ما قلنا. الام المصريه يا محمد بقى عندها وقت للرياضه بشكل عام، بقت تخصص ولو ربع ساعه يوم بعد يوم انها تمارس فيها رياضه، ولا لسه برضو الوعي مش زايد في ربات البيوت؟ بيفضلوا ان هم ما يتحركوش كتير، واحيانا تقول لك ما هو شغل البيت رياضه برضو. بتشوف الامور ازاي؟ والله وانا بناشد كل الامهات، وبناشد ربة المنزل وحتى المرأة العاملة، يعني بقى في نسبة توعية لربة المنزل كمان من الحاجات اللي بتشوفها من خلال الفضائيات، ومن خلال كمان يوم جديد والفقرة المميزة بتاعت يوم جديد اللي هي فقرة الرياضة. صحيح. محضر لنا ايه ينفع للايدين، تقويه عضلات الايدين بشكل عام؟ يعني هو هنعمل تمرين خفيف جدا، اللي هو التبادل، اللي هو تبادل الساقين من رفع طبعا. ده عشان لو في اي نسبة فات او دهون على الدراعات اللي هي العضلة الخلفية، ربة المنزل بيبقى عندها نسبة فات في العضلة الخلفية والعضلة الأمامية. طبعا ده تمرينات للدورة الدموية، طبعا سهل وبسيط، احماءات خفيفة باليوم بعد حوالي يوم. مثلا 10 دقائق كل تمرين يا محمد، ولا فتره زمنيه قد ايه؟ لا، هو 3 تمرينات في 10 عدات. يعني هو التمرين هياخد من 10 ل 15 دقيقة زي ما حضرتك بتقولي كده. وقت بسيط جدا وقليل، ممكن وقت اي خفيف. حد وده طبعا تمرين يوفره. وده تمرين لعضلة الشيست. تمرين سهل وبسيط طبعا عشان ربة المنزل والمرأة العاملة، طبعا عشان قعدها كتير على المكتب بتعمل إحماء للدراعين وعضلة الظهر. مدام نبيل، طبعا اولادك ما شاء الله عليهم ابطال، مهتميه بالرياضه من وهم صغيرين. معاكي مين؟
معايا سهر اللي هي العروسه اللي لسه متجوزه دي، ومعايا سندس دي بطله جمهوريه لمده 5 سنين في مصارعه الذراعين. عندها كام سنه؟ 16 سنه. 16 سنه. وعندي عبد الرحمن 12 سنه وبطل كاراتيه بقاله حوالي دلوقتي يعني 8 سنين. ما شاء الله عليهم. يعني ده دليل برضه يا استاذه رنا لكل الساده المشاهدين، عندها 3 اولاد منها بطل وفي الكاراتيه، وبنت بتمارس مصارعه نموذج الذراعين. رائع ومشرف يعني للأم المراه المصرية، العربيه اللي فعلا بتتفانى ان اولادها يكونوا يعني احسن اولاد في الدنيا. وكمان عايزة أعرف بس وكمان من ابغى اقطع كلام حضرتك بس في نبذه بسيطه. كمان انا بحيي ام كريم لانها بدات تقول انا هعمل رياضه يوم بعد يوم، يعني ايه بتقول انا عشان كل الساده المشاهدين يشوفوني ويتمرنوا، وبتصبح على كل الناس كل ام كريم عامله تمارين 10 على 10 النهارده. مدام نبيل هرجع لك مره ثانيه واعرف ازاي ممكن فعلا نغرس في اولادنا حب الرياضه من وهم صغيرين. يعني انت اكيد بداتي وهم اطفال ودلوقتي طلعتي ابطال، فالموضوع بدا معاكي ازاي؟ اهم حاجه ان انا اوفر لهم الوقت اللي هم يعملوا فيه الرياضه بتاعتهم، ما يبقوش ضغط عليهم وقت المذاكره او وقت الدروس بتاعتهم وكده. فان انا لما هنظم لهم الوقت انا هوفر لهم الوقت اللي انا اوديهم فيه النادي، وبعدين انا هغرس فيهم حب الرياضه طبعا، لان انا فاهمهم ان يعني فعلا العقل السليم في الجسم السليم. فطول ما هم مخهم كويس ويعني بيلعبوا رياضه اكيد هيعرفوا ينظموا وقتهم في المذاكره. طبعا عايزه اعرف منك برضو يعني الرياضه مستمره معاهم طول السنه ولا بس في فصل الصيف؟ لا طول السنه حتى ايام الدراسه. هو ثانويه عامه برضو ما بتخافيش من اي عطله تحصل؟ لا بصراحه لا، لان انا منظمه لها وقتها كويس، فالحمد لله ما فيش اي حاجه بتطغي على وقت حاجه ثانيه، كل حاجه وليها وقتها. برافو عليكي. برضو ارجع مره ثانيه لكابتن محمد معروف واعرف دايما الست او يعني الست المصريه بشكل عام بتشتكي من ظهرها وفقرات الظهر يا محمد، بتكون مشكله كبيره نتيجه ان هي طول الوقت بتعمل حاجات في البيت وبتشتغل بره وبتوطي وبتقوم. ممكن نعمل ايه ساعتها انها تحافظ على فقرات الظهر بشكل عام؟ يعني احنا ممكن نعمل لها تمرين بسيط جدا. خلينا نشوفه مع بعض. تمرين بسيط جدا وسهل جدا. اتفضلي يا مدام نبيل. تمرين عضله الباك ده بنعمله برضو 3 ايام في 8 عدات. تمرين سهل وبسيط، بيبقى الظهر كله ستريت في وضع او في شكل 7 زي ما واضح قدامنا كده مدام نبيل وام كريم. تمرين سهل وبسيط. وهنعمل برضو شويه تمرينات عشان في معظم امهاتنا الكبار اللي انا مش هنقدر نديهم حقهم مهما قلنا وكلمنا. نعمل لهم شويه تمرينات للساقين. اتفضلي يا مدام نبيل. تمرينات الساقين تمرين سهل. تمرين زي ده بيفيد ايه بالظبط يا محمد؟ ده للعضله الاماميه او للجزء الامامي للعضله الاماميه، وده تمرين جانبي للعضله الضمه والعضله الجانبيه. وطبعا الركبه طبعا عشان معظم امهاتنا عشان مشاكل الركبه صحيح. وكمان المراه العامله طبعا عشان بيبقى معظم شغلها مثلا طالع نازل، بيبقى قعدات كتيرة على المكتب. الحاجات دي لازم يكون في مراعاة للتمرينات. يعني ممكن تعمل التمرين ده اللي احنا عملناه الفتح والغلق كده، ممكن تعمله زي ما قلت 3 ادوار في 8 عدات يوم بعد يوم. انسب رياضه للاعمار اللي بتتراوح من 30 ل 50 سنه بتكون ايه يا محمد؟ هل رياضه المشي مثلا تعتبر من يعني انسب الرياضه اللي ممكن يقوموا بيها؟ والله افضل رياضه في العالم رياضه المشي يا استاذه رنا، زي ما بصرف النظر عن الاعمار يمكن. يعني دي افضل، دي تنشيط للدوره الدمويه طبعا، وحتى احسن من الجهاز التريمي اللي احنا بنشوفه اعلاناته كتيره والناس منبهره بيه وبيقولوا احنا هنروح الجيم ومش عارف ايه. حتى استاذ ايمن هنا مدير اضاءه بيقول انا عاوز اروح الجيم عشان الجهاز التريمي. لا ده المشي ده المشي الطبيعي مفيش احسن منه. يعني لو كل يوم مثلا 5 دقائق او 10 دقائق يبقى كويس جدا. مدام نيفين قولي لي الولاد جابوا الهدايا ولا لسه؟ هم جايبينها بس مخبينها عليا، لسه ما فاجئونيش بيها النهارده. اكيد لما تروحي. ام كريم بقى سبقت قالت لي قبل الهوا ان الولاد جابوا الهدايا وكله تمام، 3 هدايا مختلفين. ربنا يخلي يا رب. وانت يا محمد ظروفك ايه في عيد الام طيب؟ والله انا هروح الاقيها جابت لي هديه ان شاء الله. هتلاقي ماما جابت لك هديه. ايه يا محمد الفضايح دي على الهوا؟ كل سنه وماما بخير يا رب. نرجع تاني للتمارين ونشوف طب ماما هتقدم لها ايه النهارده؟ تمرين كده يمكن تكون بتتفرج علينا، حاجه تكون سهله تقدم لها ايه؟ يعني احنا ممكن نعمل برضو تمرينات لعضله الساقين برضو اللي هو التمرين لمشط القدم. مدام نيفين اتفضلي. انا بقول بدل ما فيش هديه تهديها بتمرين حتى لحسن كده مش هتدخل البيت يا محمد. يعني الصراحه يعني انا مبسوط جدا لكن كل الامهات النهارده بنحتفل بيهم وتمرينات بسيطه للساقين.
وحضرتك جبت هديه طبعا. ابن حضرتك يا استاذه رنا ولا لا؟ بس انا جبت لماما بقى من الصبح، واول حاجه عملتها اول ما ربنا صحيت الصبح الهديه والبوسه كمان، ما والتهنئه دي وكلمه الشكر، يعني اللي تعتبر ولا حاجه. ولا بابا هو اللي جاب له يا استاذه رنا؟ هو بينوب عنه هو بقى. بيجيب عنه. ربنا كل سنه وكل يخليها امهاتنا حبيبي. بخير وبصحه آمين يا وسعاده يا رب، آمين وربنا آمين. يحفظهم ويخليهم. ويخلي اي كلام مصر. قليل زي ما انت قلت يا محمد، اي كلام هيكون قليل قوي عمره ما هيوفي حق كل ام مصريه يعني. طبعا يعني بتتعب وطول الوقت قاعده قلقانه وخايفه على اولادها، طبعا، مش لان ممكن الكلام يوفيها معظم حقها. الامهات خلوا عندنا انتماء وطلعوا ابطال جمال جدا، عملوا ثوره 25. يعني بحيي كل ام شهيد من خلال احنا على الهوا دلوقتي، بحيي كل ام شهيد يعني. صحيح، تحيه لكل امهات الشهداء. مدام نبيل، هرجع ليكي مره ثانيه واعرف برضو ممكن الست المصريه تكون محتاجه تمارين شكلها ايه بشكل عام؟ هي الست المصرية عموما إن كانت ربة بيت بتعمل مجهود في أعمال المنزل كتير، إن كانت بتشتغل هتلبس كعب عالي هيأثر عليها، هتقعد على مكتب هيأثر عليها، فإحنا لازم كل دوت نراعيه. أهم حاجة في الست يعني عموما كانت ست بيت أو بتشتغل إنها تعمل تمارين خفيفة الصبح لمدة 10 دقايق على الأقل. أولا إنها هتنظم الدورة الدموية، هتزيد التنفس، فهيديها طاقة طول النهار. طيب، بما انك مدرب بقى وليكي طبعا علاقه وثيقه بالرياضه، كلميني عن اهميه شرب الميه. المفروض الواحد يشرب كام كوبايه ميه في اليوم تقريباً؟ على الأقل لترين مية في اليوم، عشان ده يخلي الجلد يتفتح والمسام تتنفس كويس، فبالتالي تقدر تستفاد من اكبر قدر من الاكسجين في جسمها. كابتن محمد، معروف فعلا سر الرشاقه شرب الميه؟ هو طبعا كل الاطباء بينصحوا بشرب الميه، وانا بنصح كمان بشرب الميه، لان هو بيخلي اثناء التمرينات الرياضيه بيخلي نسبه العرق تنزل بسرعه اسرع، وبيخلي الاملاح اللي في الجسم كمان تنزل. يعني احنا بندخل في معدتنا ميه كويسه، صحيح. بننزل من على جسمنا ميه اللي هي الاملاح والحاجات دي كلها يعني يفضل بتنزل. شرب الميه باكبر كميه ممكنه اكبر طول اليوم كميه بشكل عام. بالنسبه للناس اللي عندهم واحنا داخلين على فات. فصل الصيف خلاص بقى، يعني شرب الميه بقى اساسي في الصيف كمان اكتر. طبعا. كابتن محمد معروف، نورتنا وشكرا ليك، واشوفك باذن الله الاسبوع الجاي على الف خير. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. مدام نبيل، نورتينا، كل سنه وانت بخير وبصحه يا رب. كل سنه وانت طيبه. وانا معلش ممكن اخد دقيقه؟ انا اتفضلي. كل سنه وماما طيبه، لان طبعا الام دي اهم حاجه، وانا امي بصراحه ربنا يخليها لي يا رب، كل سنه وهي طيبه ويديمها عليا. بنحييها من هنا وكل سنه وهي بخير. وام كريم كل سنه وانت طيبه يا رب، ودايما بصحه وسعاده يا رب. مشاهدينا، كنا مع حضراتكم على مدار ساعة ونص على الهواء. يا رب نكون عرفنا فعلا نحتفل بعيد الأم كما ينبغي، والحقيقة كان مجهود كبير جدا مبذول من كل فريق العمل، أغاني وفواصل رائعة وأجواء من أول ما دخلنا الاستوديو، وإحنا فعلا حاسين إن النهاردة يوم مختلف، يوم مختلف لكل أم مصرية. بحيي كل الناس خلف الكاميرات، كل زمايلي، بحيي كارولين اللي شاركتني النهارده الحلقه، وبحيي فريق الاعداد الرائع اللي كان معانا، وبشكره جدا على اليوم النهارده وعلى الترتيب. وبالتاكيد كمان رئيس التحرير ايهاب حفني، والمخرجين استاذه ايمان واستاذه اسماء، وكل الناس عشان ما انساش حد، وطبعا زمايلي المصورين والفنيين وكل الناس. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر طيبه. تحيه اخيره لام الشهيد، عمرنا ما هننسى اولادك، ابنك البطل اللي ضحى بنفسه، تحيه ليكي. ويا رب يكون عيد ام سعيده على كل الناس، وعيد ام سعيده على مصر كلها، وباقة ورد باسمي وباسم أسرة البرنامج لكل أم مصرية. كل سنة وانتي طيبة. شكرا لكم. قوليلي وطمنيني عن رحلة الطريق، دفيني ونوريني بكلامك البريء. قوليلي وطمنيني عن رحلة الطريق، دفيني ونوريني بكلامك البريء. يا بحر الحلم الواسع، يا سفينة النجاة، لولاكي ما يبقاش معنا ولا نطيل الحياة. يا بحر الحلم الواسع، يا سفينة النجاة، لولاكي ما يبقاش معنا ولا نطيل الحياة. دعوة حلوة منك وإيديكي في السماء، يسمع ربي منك وينور لي أنا. شكرا يا ماما.